السلام عليكم. في هاد الحلقة اللي هي تاني حلقة اللي في سلسلة ديال عالم آخر، اللي هما حلقات طوال، ولكن الهدف منهم هو أننا ناخدو الموضوع من الأول ديالو حتى الآخر ديالو، وموجه بشكل كبير للوالدين اللي عندهم الوليدات ديالهم، اللي كيشوفوا التأثير ديال التكنولوجيا عليهم، وخصوص أننا كنا عشنا في التكنولوجيا في 1996 إلى حدود 2019، وتنعرفوا التأثير ديال التكنولوجيا النفسي المادي العقلي اللي ممكن أنه يشكل خطورة على الأطفال ديالنا. اليوم بغيت نتكلم على لي جينيراسيون، لأنه من بعد غنبغي نستعمل مصطلحات ديال جينيراسيون زد، جينيراسيون ألفا، ومهم جاتني هاد التقسيم اللي كاين ديال الأجيال، كل جيل شنو المميزات اللي فيه، شنو التأثيرات اللي كانت عليه، شنو الضغوط اللي واجهها، وشنو الإيجابيات اللي خرج بها، شنو الحلول اللي اقترحها، نبغي نبارطاجيها معكم في هاد لا فيديو. هاد الدراسات هادي كدار أيضا على الاستهلاك، كيبغيو يشوفوا الكومبورتمون ديال كل كونسوماتور باش يقدروا يعرفوا فين بلاصة يقدروا يوجهوا المنتوجات ديالهم. وطبعا الدراسات إلا جينا نشوفوها ما يمكنش نقارنوا الجيل كامل في العالم كامل، لأن كاين مثلا دول خارج التأثير. إلا شفنا مثلا كوبا هي دولة ما يمكنش نخضعوها تاهي لهاد التقييمات، وفي نفس الوقت بالنسبة للأجيال السابقة ما يمكنش نقارنوا الجيل ديال أوروبا والجيل ديال أمريكا في 1900 ونخضعوه لنفس التقييم اللي كاين عندنا في شمال إفريقيا. لا مجال للمقارنة، بحكم أن هادو كانت عندهم تأثيرات وظروف مغايرة تماما لما يحدث في العالم العربي ولا في شمال إفريقيا خصوصا. إذا كيف ما قلنا لوست جينيراسيون هي الجينيراسيون ما بين 1883 1900، شاركت في الحرب العالمية الأولى والحرب العالمية الثانية، وخصوصا الحرب العالمية الأولى شافتها بجميع الصعوبات اللي كانت فيها. عاشوا واحد الضغط قبل ديال الثورات اللي كانوا، وكنقصد هنا الصناعية وكنقصد الاقتصادية، وكان عندهم واحد المحتوى ثقافي اللي كبير اللي كان بدا في 1500 تقريبا. فكانت عندهم المادة العلمية تقريبا واجدة اللي كان كيمكنهم أنهم يتطوروا بشكل سريع ويتفاعلوا معها، عكس العالم العربي، شمال المغرب بوحدو، والعالم العربي والشرق الأوسط، آسيا والدول الغير نامية اللي كانت مازال كتعيش بنفس الطريقة اللي كانوا كيعيشوا بها قبل 100 200 300 سنة قبل. ما تنذكرش هنايا الاستثناءات، طبعا كاينين استثناءات، لكن الاستثناءات كتلقاهم بانهم خرجوا من المجتمع اللي هما فيه باش يقدروا يحصلوا معلومات اخرى ولا علم اخر او لا مجتمع اخر، باش يقدروا ينفردوا بعلم اخر او لا ينفردوا بانجازات كتدفع لان تكون كاينه حياه افضل او نمط حضاره اللي يقدر يكون جديد وجيد مناسب ليه ومناسب للمجتمع اللي تعيش فيه. هاد الفرق اللي كان ما بين الجيل هاد الفرق ديال السرعة اللي كان ما بين الجيل اللي كاين في أوروبا وأمريكا والأجيال اللي كاينة في إفريقيا وآسيا هما اللي غادي يسهلوا العملية ديال الاستعمار. غادي يكون الاستعمار سهل بحكم أن ما عرفوش بأن دول مثل أوروبا كانت عندها أسلحة متطورة آنذاك مقارنة مع الظروف اللي تعيشوها مثلا في شمال إفريقيا. هذا غادي يسهل هذا الامر، ولكن في نفس الوقت غادي يوضع الناس اللي غادي يتزادوا ما بين 83 و 900 في واحد الظروف اللي صعبه، اللي كانت المقاومه ماشي غير في المغرب، كانت في جميع الدول تقريبا العربيه ولا دول اسيا ودول افريقيه. ما بين 1901 و 1927 الجريتست جينيريشن اللي دوزو حتى هما الطفولة الصعيبة لأنهم عاشوا في الحرب العالمية الأولى، ومنهم اللي عاشوا في الحرب العالمية الثانية، غادي يعيشوا
ظروف اقتصادية اجتماعية، غيشوفوا الحرب قدامهم، غادي يشوفوا الويلات اللي كانت كتوقع واللي غادي يحاولوا ما أمكن هي اللي غادي تجعل منهم أنهم يتطوروا من بعد، لأنهم غيبداو يتفاداو الحروب ما أمكن، لأنهم تيعرفوا الشر اللي كينتج على الحروب. إلا شفتو غادي تلقاو بلا ظهر باتمان، ظهر سوبرمان في 1936 37 38 فين بدا الظهور ديال الأبطال الخارقين اللي ممكن أنهم يكون عندهم حلول ويكونوا كيقدروا يعتقوا الضعفاء في أي بلاصة. وهاد المخيلة اللي وضعت هادشي غيبين لكم الظروف اللي كانت تعيشوها وكيفاش أنهم كانوا تيحاولوا يقلبوا على شي مخرج ولو ثقافي، ولو في الرسوم المتحركة، ولو ديك الساعة كانوا في لي ديسان انيمي ولا في لي بوند ديسيني. غادي تبدا ديك الساعة الثورة غادي يعيشوا الثورة ديال الأفلام، ديال الراديو، ديال الموسيقى اللي غادي تكون بشكل كبير في أوروبا وفي أمريكا في 1940 إلى حدود 1970، لأن من موراها غادي تطور الموسيقى وغادي يولي عندها شكل آخر. غادي يعيشوا ويحاولوا ما أمكن أنهم مثلا في أمريكا تكون عندهم ظروف جيدة اللي غادي يخليهم يبداو يتحولوا من أنهم يمشيو يجيبوا العبيد من إفريقيا إلى أنهم يبداو يحاولوا يوضعوا حضارة إنسانية تعتمد على الإنسانية أكثر من أي شيء آخر. في العرب كانوا عاشوا فترة، الناس اللي تزادوا بين واحد 1901 و 1927 غادي يعيشوا فترة ديال الاستعمار، غادي يحاولوا ما أمكن أنهم يبداو يشكلوا المقاومة، لأن دوك هما اللي غادي يكونوا مقاومين من بعد الاستعمار باش يخرجوهم، غيحاولوا يتشبتوا ما أمكن بالأصالة ديالهم، غادي يكون عندهم مشكل ثقافي كبير باش أنهم يتجاوزوا داكشي اللي تربوا عليه مع الواقع. غادي يخلق من بعد غادي يخلق لينا في بعض الدول ديكتاتوريين تقريبا، لأن كتبان لهم بأن هذه المسألة الوحيدة اللي ممكن تخرجهم، وأنه بالقوة نحاولوا نخلقوا مؤسسات أو نخلقوا دولة اللي ممكن أنها تبدأ دير واحد النوع ديال النيغوسياسيون مع المستعمرين. عاوتاني شيء آخر بأن كاين واحد النسبة منهم غادي يشاركوا في الحروب العالمية، واخا هما في شمال افريقيا ولكن غادي يديوهم باش يشاركوا في الحروب العالميه، وخصوصا الحرب العالميه الثانيه. غادي يكون عندهم واحد التاثير كبير من عند الاجنبي، هو اللي غادي يورثوه لولادهم او اللي يحاولوا يوصلوا لولادهم، فولادهم غادي يحاولوا من بعد يمشيو لاوروبا. حنا غادي نشوفوه من بعد في الجينيراسيون اللي من بعد اللي هي سايلنت جينيريشن ما بين 1928 حتى 1945. هاد الجيل هذا اللي غادي يكون عنده استقرار، غادي يكون عنده استقرار ديال عائلي، لان ديك الساعه كان المفهوم ديال العائله غيبدا يتقوى بحكم ان يلا خرجوا من حروب، فغيبداو ما امكن انهم يتشبتوا بالعائلات ديالهم، انهم يامنوا واحد المستوى ديال العيش كريم، انه يامنوا بانه ما تعاودش تكرر الحروب الاجيال اللي من وراهم. فغيبدا عندهم بناء ديال المؤسسات وديال الدول وديال احترام الانسانيه، ديال عاوتاني ديال انهم يكونوا متشاركين، انهم يشاركوا المجتمع كافراد، يبداو يشاركوا افراد بيناتهم ويحاولوا يخلقوا واحد المجتمع اللي فيه واحد النوع ديال الفضيله وفيه واحد ادنى مستوى ديال الكرامه. هذا بالنسبه لهم. غادي يكون عندهم النقابه عندها واحد الدور، الاحزاب السياسيه عندها واحد الادوار، المؤسسات الاجتماعيه عندها واحد الادوار قويه غادي يامنوا بها. والسبب ديال هذا هو التاثير اللي باقي لا خرجوا من ظروف حرب، عكس العالم العربي اللي هما اليوم هما جدودنا، اللي غادي تكون عندهم مازال تيخوضوا. هذا الجيل هذا اللي غادي يبدا يحاول ما امكن انه يبدا اول بلاصه يبدا يخلق الثقافه ديالو خاصه، الثقافه ديال العرب، يشوف شنو هي الخصائص والمميزات اللي عندنا حنا كعرب، او لا كشمال افريقيا كامازيغ، او لا كمجتمعات في افريقيا ولا حتى في دول اخرى في اسيا. غيبداو كل وحدين يديروا الخصائص ديالهم، غتبدا واحد النوع ديال الثقافه، خصوصا غادي تبان من بعد في الجينيراسيون اللي من بعد. وغادي يكون التاثير ديال اللغه ديال الاجنبي كيف ما قلنا، غادي يساهم في الهجره.
غادي يكونوا هاد الأجيال هنا في العالم في شمال إفريقيا غادي يكونوا محافظين بشكل كبير، رغم أنهم غيتعرضوا لواحد الضغوط كبيرة خصوصا بالمشاركات ديالهم لا في الحروب الداخلية ولا في الحروب الخارجية. غادي يحاولوا من بعد أنهم يبداو لوليداتهم يأمنوا ليهم أدنى مستوى ديال العيش بالنسبة لهم، هو اللي هو أنهم يوفروا لهم الأكل ويبعدوهم على الحرب ما أمكن. الجيل اللي من وراه اللي هو البيبي بومبرز اللي هو غادي يدار عليه واحد الدراسة وغادي يلقاو بأن النسبة ديال الولادات في هذا الجيل هذا كانت ارتفعت بشكل كبير. أنا غادي نخلي لكم الصورة ديالها، ارتفعت بشكل كبير وغير مفهوم. هذا اللي يدفع بزاف الناس في علم الاجتماع أنهم بصح يفهموا بأن هناك بعض الظواهر اللي كيتشارك فيها المجتمع دقة وحدة وخاص بواحد الجيل معين. المهم أن في هذا الجيل هذا في العالم العربي هو اللي غادي يبدأ يدير إعادة ديال التشكيل ديال المفاهيم، إعادة تشكيل المفاهيم اللي غادي تكون كتبان في 1970 و80. غادي يحاولوا يبداو يكونوا نوعا ما ضد الوالدين ديالهم والأجداد ديالهم اللي كانوا محافظين بشكل ما. هذا غادي يخلق لنا حتى واحد التيار اخر اللي هو تيار اسلامي، وغادي تولي واحد المنافسه نوعا ما ولكن جميله من ناحيه انها غادي تخلق لنا تنوع ثقافي وتنوع علمي. غادي يكون عندنا مدارس علميه كنهضر على العرب عموما هي اللي غادي تبان واحد الثوره كبيره ديال الكتب في مصر وفي سوريا بزاف ديال الدول العربيه بشكل عام. غادي يكون فيهم نخبه مثقفه ونخبه مثقفه بشكل عالي وعندهم واحد الجوده، وفي نفس الوقت غادي تساهم لنا في التربيه ديال نخب اخرى مثقفه الى حدود 2018 بعض الدراسات، وكاينه دراسات اخرى اللي تقول الى حدود 2024. وانتهى الامر بالظهور ديال الذكاء الاصطناعي اللي غادي يبدل المفاهيم عاوتاني بشكل اخر. ما غتبقاش بان اللي كانت عنده القدره على القراءه بواحد الشكل كبير هو اللي عنده المعلومات. الان اصبحت في دراسات اخرى كتبين بانه ولا كتحاول توضح بانه كاين تغيرات حتى في الثقافه. ملي تنقصد الثقافه ما تنقصدش بها الثقافه اليوميه اللي كنعيشوها، لا تنقصد بالمستوى الثقافي والمفاهيم كلها تتغير من وراء. اما كاين اللي تيقول من وراء 2018 من وراء كورونا تغيرت المفاهيم بحكم كلشي دخل لا تكنولوجي، وكاين اللي تيقول الى حدود 2024 منين ولا الذكاء الاصطناعي بشكل كبير في العالم كامل. وفي ظل هذا الجيل هذا غادي تبناو لينا المؤسسات، غادي يكون عندنا مؤسسات قويه في العالم العربي ولا في شمال افريقيا. غادي يكون عندنا بناء ديال المؤسسات اللي كتساهم ما امكن في بناء حضاره ولا في دوله اكثر ديمقراطيه كتدعو الى الحد الادنى من العيش الكريم ومن الكرامه. بالفضل ديالهم غادي يكون عندنا النقابات، غادي تخلقوا نقابات، غادي تخلقوا احزاب، غادي تخلقوا دائما لاحظتوا بلا غادي يكون كيتخلقوا مؤسسات اللي كتدعو الى العدل نوعا ما. رغم ان هذا كان كتواجههم صعوبات كبيره في انهم يبداو يلغيو الانظمه اللي كانت قبل ويحاولوا يديروا انظمه اخرى جديده. الهدف منها هو انهم يخلقوا وضعيه اقتصاديه ممتازه ولا يخلقوا واحد المستوى معرفي عند جميع الطبقات الاجتماعيه. وهنا غادي الا استعملنا النظريه ديال ماسلو واللي تتقول بلا في الاول تيكون عندهم ان اوبجيكتيف ديال على الاقل يكون عندنا ما هو اساسي، ومن بعد نبداو بشويه بشويه كنطوروا حتى نوصلوا نحاولوا يديروا اهداف اللي فيها تقدير الذات اللي غادي نشوفوها من بعد في الاجيال اللي من بعد. هاد الاجيال غادي ما غاديش يكون عندنا العلوم الاساسيه اللي هي علميه، كنقصد العلوم الفيزيائيه الرياضياتيه هاد الانواع من العلوم حتى الطبيه ولا كاع العلوم اللي كتكون كبيره
ما كانتش عندنا القدرة أننا نوصلوا ليها بحكم الواقع، فكانوا مضطرين أن بعض القليل جدا من الأشخاص اللي غادي يمشيو باش يتعلموا ويستافدوا داك العلم من بعد يجيو يتقاسموه مع الشعوب ديالهم. هاد الجيل هذا هو اللي كان كيحاول يربي بالأكل، لأنه هو كان عنده مشكلة ديال أنه ما كانش كيلقى الوفرة في الأكل والاختيارات. هو اللي غادي نشوفو حنا في الجيل ديال الميلينيالز اللي هما الجيل ديال الثمانينات والتسعينات، ولا شفتو بلا جدودنا. أنا تنعقل بلا جدة كانت فين ما تندخل تتقولك عافاك، ولا تدخل تتقولك سير خذ واحد دانون راهو في الثلاجة أجي كول هادي. فدائما عندهم ارتباط بالأكل أجي كول. علاش؟ لأنه ما كانوا الظروف اللي كانوا تيعيشوها كانت ظروف قاسية، كانت الأكل قليل، عكسنا حنا اللي من بعد الحمد لله كانت واحد الوفرة، ومن غير الوفرة كانت القدرة على الاختيارات، كان هناك اختيارات كتيرة اللي كنختاروا من بينها. فكانت تنسمع هاد الجملة هادي تتقال على سبيل النكتة بأن الجدوات دائما ما تيقولك أجي تاكل، وهي في الحقيقة واقعية ومبنية على أسس أنه راه عاشوا ظروف صعبة، خصوصا في الماكلة اللي هي حاجة أساسية. ومن بعد هي اللي غادي كيحاولوا يسدوا هذاك الفراغ اللي تيعتقدوا بأنه راه كاين عند عامة الناس وعند ولادهم. غادي يعيشوا منهم، كاين اللي غادي يعيش تحت الرعاية ديال المستعمر، وكاين اللي لا، على حسب لاضات امتى تزاد. ولكن بجوج بهم غادي يعيشوا مرحلة ديال أن الأمة ولا المجتمع ديالهم في العالم العربي والعالم شمال إفريقيا باقي الله تيخرج تيحاول يطور راسو، تيحاول يبني مجتمع. أيضا هذا الجيل هذا غادي يتأثر بالموسيقى بالأفلام. دائما لاحظتوا بلي راه كاين فرق ديال المدة الزمنية، يعني الجيل اللي قبل الجيل حنا إلا كان البيبي بومبرز هما اللي غادي يتأثروا بالسينما بالأفلام. في أوروبا كانت بدات عندهم في 1928، فكنتسناو تقريبا 20 عام ديال الفرق ما بيننا وبينهم. أما بالنسبة للعلوم فكتقدر توصل حتى ل40 سنة ديال الفرق ما بيننا وبينهم آنذاك في 1970 تقريبا. من وراها كاينه لا جينيراسيون إكس. جينيراسيون إكس غيبانوا فيها العصابات، غادي يبانوا فيها المخدرات، غادي يبانوا فيها بأن المجتمعات السرية. هاد الجينيراسيون إكس هي اللي غادي يظهر فيها مالكوم إكس، لأن في هذيك اللحظة كانت المجتمعات على ما يبدو أن العالم الأوروبي والعالم الغربي كانت عنده واحد نوعا ما واحد الاستقرار، نقدروا نقولوا على الأقل اقتصادي مؤسساتي، اللي تيسمح لهم بأنهم يبداو في البحث عن أشياء أخرى وأمور أخرى. ورغم ذلك كانت واحد الفرق اقتصادي خصوصا في أوروبا وفي أمريكا. كان هناك فرق اقتصادي اللي غادي يجعل منهم أنهم بداو يخلقوا لنا العصابات. غادي يكون حتى البداية ديال الاستهلاك ديال المنتوجات كاينة، والاستهلاك هو اللي غادي يؤدي من بعد للرأسمالية. هاد الجينيراسيون هادي في الأوروب وفي أمريكا هي اللي غادي تبدا تنقص مبدئيا من عدد الولادات، لأن بالتطور العلمي اللي كان بدات كتظهر حبوب منع الحمل في المجتمعات الغربية، بداو كيسوقوا ليها. فبدات عندهم القدرة على أنهم يحبسوا النمو ديال الساكنة. علاش؟ لأنهم تيبداو يطالبوا بواحد الجودة ديال الحياة. هو نفس الشيء اللي غادي يتكرر الآن بالإحصاء الأخير اللي داروا المغرب في 2024، وغادي يلاحظوا بأن نسبة الولادات بدات كتوصل ل2.1، بمعنى الأسرة مابقاتش كتقدر تتجاوز طفلين. علاش؟ لأنهم بداو تما عاوتاني في المرحلة ديال أنه كاينة واحد الحاجة اللي سميتها جودة الحياة. في الجينيراسيون إكس غادي يكون باين الفرق ما بين دول نامية ودول غير نامية. 1980 إلا خدينا 10 سنين من بعد في 1990، هاد الجينيراسيون غادي يكونوا هما الشباب اللي كاينين في 1990. وإلا خدينا الفرق ما بين الشباب 1990 في دول فقيرة وفي دول نامية كيكون الفرق كبير
من جميع النواحي: اقتصادي، مؤسساتي، نفسي، على مستوى الوعي، على جميع المستويات. كانت الهوة كبيرة، لأن من بعد غادي تبدا تقارب هاد المسافة ديال الأجيال. هاد الجيل هذا هو اللي غادي يحضر لواحد التطور وواحد التسارع تكنولوجي، خصوصا في العالم الغربي وأمريكا. غادي يكون عندهم تطور تكنولوجي سريع، غادي يعيشوه، غادي تبدا عندهم الدائرة ديال لا كونسوماسيون، ديال الاستهلاك من أجل الاستهلاك وليس من أجل الحاجة. غادي تكون بعض الحروب الثقافية، لأنهم غادي يبداو يسوقوا من خلال التلفاز في الأول، من خلال الراديوات. إلا لاحظتوا بالله، إلا رجعنا، كانت حتى الانقلابات ملي كتم في شي دولة كيمشيو مباشرة للمراكز اللي كتحكم في الراديو ولا في التلفازة، لأنهم تيعرفوا بأن ديك الوسيلة اللي تحكم فيها عنده القدرة أنه يقول اللي بغا ويبدا يسير الأمور كيف ما بغا. فالدول مثل أمريكا كانت تعرف هاد الأشياء هادي، وغادي تكون واحد الحروب ثقافية، حروب على مستوى الإعلام، على بزاف البلايص، على مستوى مثلا ما بين الاتحاد السوفيتي وأمريكا، وما بين الدول الأوروبية من بينها. غادي يكون عندهم واحد الحروب ثقافية في التلفازة، في الراديو، لا يبداو يدوزو الرسائل في الأفلام. فبزاف الأمور اللي غادي يحاولوا يفعلوها من أجل أنهم اللي تيمتلك هاد السلطة ولا هاد الأداة غادي يقدر يمتلك السلطة. وي. وهذا الجيل هذا بالنسبة للعالم العربي غادي يبدا يحاول يلقى راسو من خلال أنه من خلال الرياضة غادي تشكل واحد المتنفس اللي غادي من بعد غادي يخلقوا لنا أيقونات أبطال عالميين في الرياضة، سواء في الدول العربية، سواء في دول شمال إفريقيا، سواء في العديد من البلايص، اللي غادي يلقاو بأن ديال المكان اللي ممكن أنهم ينافسوا فيه دول أوروبية اللي نوعا ما مشات بواحد الشكل سريع. فغيبداو يكون الاهتمام أكثر بالرياضة. وأيضا غادي تخلقوا المقاولات الكبرى. هنا غيبداو يتخلقوا شركات كبيرة من بعد ما غادي يحاولوا. غتكون عندهم تجارب سابقة مثلا في أمريكا أو لا في الدول الأوروبية، كلهم كانت عندهم تجارب سابقة مع الحروب، مع الضربات الاقتصادية اللي كيتلقاوها، اللي بعض الخطرات حتى كيولي الاقتصاد منهار بشكل كلي. غادي يبداو يطوروهم، وغادي يكونوا شركات اقتصادية صناعية غتخلق لنا كيف ما قلنا الرأسمالية. وهاد الشركات كتكون من كبريات الشركات، لأن هاد الجيل 1980 هو اللي غادي يخرج لنا الأولين اللي هما بيل غيتس، والآخر ديال أمازون. وغادي يخرج لنا الشركات ديال الايفون اللي غادي يكون فيها ستيف جوبز، ولا هادو كلهم غادي يخرجوا من هاد البلاصه هادي. غادي غيخرجوا من هاد الجيل هذا، وغادي يخلقوا لنا شركات كبيره الان تقارن بدول عندها تاثير قوي، ممكن يتقارن بالتاثير ديال دوله معينه على العالم. الجيل اللي من وراه هو الجيل ديال الميلانيالز اللي هما 1981 1996، اللي انا واحد منهم، اللي نقدروا نقولوا عليهم جيل الألفية، اللي هما في العالم كامل كاين واحد النمو ديموغرافي ديال السكان، الا طبعا الصين اللي كانت انفردات. وغادي نجيو في هذا الجيل هذا بالضبط اللي هو والجيل اللي قبل، فاش غادي تنغالق على ذاتها باش انها تحاول تطور بشكل كبير ودير ما يسمى بالديكتاتوريه الموجهه. عندها يعني غدير ديكتاتوريه ماشي من اجل الديكتاتوريه، ولكن لانها تحاول ترفع من المستوى الاقتصادي والمستوى الاجتماعي ديالها باش يكون عندها تأثير أقوى في العالم. هاد الجيل هذا هو اللي كانوا استعملوا الانترنت هما الاولين. والى لاحظتوا بلي هاد الجيل هذا هو اللي غادي يعطينا مارك زوكنبيرغ، هو اللي غادي يعطينا غيعطينا هاد السوشيال ميديا، وغادي النتاج ديال هاد الاجيال هادو ديال الجيل الألفية، لانهم استعملوا الانترنت وبداو تيقلبوا كيفاش يستعملوها بشكل صحيح، من بعد ما كانت في الاول حكر على الاجهزه العسكريه.
غادي يبدا عندهم حب الانتماء مثلا الفرق ديال كرة القدم، غادي يكون عندهم ضروري كيحاولوا ينتميو لشيء ما، بحكم أن بدات عندهم تقريبا ديك الساعة كانت نهضر على الدول ديال شمال إفريقيا، كان عندنا مينيموم ديال المعيشة، يعني ممكن أنك تلقى ما تاكل فقط بأنك تحرك. كاين هناك بعض المؤسسات رغم أن داكشي كان ثقيل نوعا ما إلا أنه كان موجود، وتيخلي عند الشباب آنذاك أنهم يحاولوا يقلبوا على طرق أكثر أكثر بساطة وأكثر سهولة اللي تخلينا نحصلوا على واحد النمط ديال العيش اللي جيد. في هاد الوقيته هادي كانت بالنسبة لهاد الجيل هذا الفرصة كبيرة، وأنه كانت عندنا بحكم الأجيال السابقة خلات واحد المحتوى كبير علمي، كان عندهم واحد المستوى ثقافي كبير. كنا كنشوفوا بأن المؤسسات تولدوا رغم أنها كانت صعيبة أمام أجهزة نقدروا نقولوا عليها ديكتاتورية، ولكن منين تولدت لنا هاد النوع ديال المؤسسات كان قادر الجيل ديال الألفية أنه يبدأ يتعامل معهم بسهولة، ولا أنه يبدأ يطورهم. هاد الجيل هذا اللي تا هو كان عليه التأثير ديال التلفازة، كان بدا التأثير ديال التلفازة بشكل قوي في 1995 إلى حدود 2005. هاد العشر سنوات كان التأثير ديال التلفازة قوي قوي على الأطفال اللي هما جيل الألفية آنذاك. التأثير ديال مثلا سبيستون كان قوي على الأطفال لدرجة أنه اليوم غادي تشوفوا بأنه كاين بعض الحفلات اللي كيداروا كيمشي جيل الألفية يخلص باش أنه فقط يسمع الموسيقى ديال الجينيريك ديال رسوم متحركة بحال الكابتن ماجد، بحال القناص، بحال بزاف ديال بحال البوكيمون أولا القناع، أولا ديال المشهور ديال جليندايزر. الوغ كامل هاد الجينيريك ديالهم بقى عندنا واحد التأثير كبير، وهذا هو اللي غادي يخليني ندير داك البروغرام الآخر اللي هو شوف قبل ما يشوف، موجه أيضا للوالدين باش أنهم يشوفوا الرسوم المتحركة قبل ما يشوفوها الوليدات ديالنا، لأن أي تأثير ديال الرسوم المتحركة على الطفل غادي يكون كبير. والدليل هو سبيستون. طبعا الظروف شاءت أن سبيستون أنها كانت كتختار لنا المناسب آنذاك، و عكس اليوم اللي الرسوم المتحركة كاينة بشكل كبير، وإلا فتح يوتيوب غادي يلقى راسو بأنه ما كاين حتى شي واحد من وراء هذاك، ما كاينش شي توجيه من عند يوتيوب للأطفال بأنه خاصهم يشاهدوا هذا مناسب أو هذا غير مناسب. بعكس سبيستون اللي كانت فاش ديك الساعة كانت هي اللي كتحمل المسؤولية ديال كتحاول تقلب على رسوم متحركة اللي يرفعوا من القيم ديال الأطفال اللي هما راه كانوا تيقولوها كما سلوغون شباب المستقبل. طبعا التأثير قوي ديال التكنولوجيا وديال هاد الأدوات كيبان عندنا حنا كبير، بأن التلفازة كانت قادرة أنها تأثر علينا من بعد 20 عام كنا مضطرين أننا نعاودو نسمعو هادوك لي جينيريك، فتنظن بلا نفس الحاجة كتوقع لولادنا، غير الوقيته اللي كنا فيها حنا كانت سبيستون، والآن راه كاين يوتيوب. فإلا ما ضبطناش يوتيوب وما درناش نستعملوا يوتيوب كيدز، نستعملوا داكشي علاش كندير بعض البرامج اخرى اللي كنحاول نشرح فيها كيفاش تستعملوا داكشي، لان الا ما استعملناش ادوات ديال الرقابه، ادوات اللي تحد ونبداو نفلتريو شنو اللي خاصنا ناخذو، شنو اللي غادي يفيد الاطفال ديالنا، شكون اللي غادي يكون عنده تاثير عكسي كارثي. وهذا الشيء اللي وقع في اوروبا، هذا الشيء اللي وقع في اوروبا وهذا الشيء اللي وقع في امريكا هو اللي جعل لهم بالله الآن كاينين تصرفات غريبة ممكن نقولوا عليها شاذة، والأساس ديالها البعض هو ثقافي. ملي كنقول ثقافي هو تأثير ديال أفلام، ديال رسوم، ديال تكنولوجيات، ديال مواقع التواصل على الأطفال. وغادي راه حنا كنشوفوا النتيجة الآن، ومازال غادي نشوفوا النتيجة مستقبلا اللي كنتمنى ما تكونش كارثية. هاد الجيل هذا اللي غادي يخلق لنا مواقع التواصل الاجتماعي وكيكون فعال فيه، وإلا لاحظتوا بأن الفيسبوك غادي تلقى بلا كانت فيه الجيل ديال الميلانيالز. لا، هادشي ماشي غير هنا، هادشي كنهضر ليه على العالم كامل.
ومنين لاحظ الفيسبوك بأنه غادي يقدر يتجاوزوا الجينيراسيون زد، غادي تقدر تهرب ليه، فكان خلق الانستغرام، واتساب، وتيخلق اي وسيله اللي ممكن تخلي جميع الاجيال مستقره. هذا ان شاء الله نحاول ندير فيديو اخر على السوشيال ميديا بوحدها، وكيفاش كيحاولوا يجيريو مثل هذه المسائل. المهم ان هذا الجيل هذا هو اللي غادي يكون اسباب ديال الثورات العربيه اللي كانت مؤخرا، اللي كانت حتى هي كتحاول ما امكن انها تخلق نظام، انظمه جديده مغايره. فاش هاد الجيل هذا غادي يلقى راسو امام آه امام واحد الانظمه اللي قويه، اللي عندها واحد التاثير قوي، وكانت كتبان البادره ديالهم منين غادي يبان الراب، منين غادي يبان بانه كاينه واحد الهوه ديال انه كاين عالم غربي عنده واحد النوع ديال الاستقرار وعنده واحد المستويات ادنى من الكرامه، فغادي تخلق مشكل نفسي ولا مشكل حقيقي قدام الجيل ديال الالفيه، اللي غادي يحاول من بعد غادي يظهر بشكل كبير في الثورات العربيه، رغم السياق ديالها، رغم واش كانت سيئه ولا كانت جيده، الا انها نتيجه ديال تراكمات وديال الجيل اللي تيحاول يخلق مكان ولا نمط حياه اكثر جوده. وهنا غادي يلقى هذا الجيل هذا بالعكس غادي يلقى راسو اكثر اريحيه في اوروبا وفي الغرب، لانه وجد واحد الارضيه كبيره اللي كتسمح ليه باش انهم يخلقوا واحد الديمقراطيات معينه، يخلقوا مقاولات ديالهم، يخلقوا عندهم اجواء كلها متاحه اللي كتسمح لهم باش انهم يكونوا في الانتاجيه في الماكسيموم. وغادي يكون الكونسوماتور الاول ديالهم هو شمال افريقيا والعالم العربي، غادي يكون كونسوماتور بشكل كبير، غادي يفهموها، فغادي تكون كتخلق لهم واحد النوع ديال الاقتصاد في الصالح ديالهم هما وفي الصالح ديالهم هما. وعلى سبيل المثال نقدروا ناخذوا ماكدونالدز اللي هي شركه امريكيه، ولكن غادي تلقى بان الكونسوماتور ديالها كاين في جميع الدول. هاد الجيل ديال الميلانيالز هو اللي غادي يمر من جميع التجارب، لانه غادي يكون قبل ما غادي يكون واحد مشى لي الاسم ديالو، غادي يعيش بعض المراحل اللي هي بدون انترنت بالكتوبه، ومن بعد غادي يعيش بالكاسيت، ومن بعد غيعيش بلاباري اللي كدار الكاسيت، من بعد لامبير ام بي 3، من بعد بالفي سي دي، من بعد بالدي في دي، من بعد بالتلفازه. يعني عاشوا جميع المراحل ديال التكنولوجيا كيفاش تطورت. اللي جينيراسيون زد فاش غادي تزاد غتلقى امور واجده، ما غاديش يحسوا. حنا كنا تنحسوا بواحد الفراغ نوعا ما وتنعرفوا القيمه ديالو، حتى هذاك الفراغ كان عنده واحد الدور مهم بالنسبه لينا، عكس الجينيراسيون زد اللي ما عندهاش الفراغ، عندها الاختيارات متاحه، هي نفسها اللي كيخصها تخلق الفراغ. وغنشوفوا في بعض الدراسات اللي كتقول بان الجينيراسيون زد كيحاول يخلق لراسو المتعه فقط انه يخرج ويخلي العمل ديالو ويخلي البيسي والتليفون، انه عرفوا بانه ممكن انه خاصو مره في الاسبوع يمشي ويدير اللي كيتسمى تريب، كيتريبيو تيقولوا. حتى هنا في المغرب ولات الدائره ديال التريب، اللي هي شنو هي، اللي كيقول لك لا نمشيو في الطريق بلا حتى وسيله نقل بلا حتى حاجه. علاش؟ لانهم كيحاول يخلق لراسو هذاك الصمت اللي ما بقاش الان بلا تكنولوجي، ولا ما كاينش سكات. كيف ما قال عليها مشات لي الاسم ديال السلامور اللي تيقولها، بانه ولات حتى منين تيجيو عندك الضياف ولا شي حاجه كتشعل التلفازه، بان الصمت ولا ممنوع. والصمت في الحقيقه شيء جيد. وهذا الجيل هذا هو اللي بدا تيدير كلمات ديالو لراسو، اول مره بدا تيدير كلمات، كيحاول يخلق كلمات جداد من ذاته لراسو، خصوصا كتبان عند المراهقين، ومن بعد كتطور بشكل سريع. والقدره على الحصول على المعلومه من بعد اللي غتكون متاحه بالانترنت، والانترنت اللي غتسمح لهذا الجيل هذا ماشي في الاول، غتسمح للنساء القدرة على التواصل. لأن قبل من هذا الجيل هذا كانوا النساء القدرة ديال التواصل ديالهم مع العالم الخارجي صغيرة، بحكم أن الرجل كان دائما هو اللي كيدير الأدوار في المجتمع.
ومن بعد ملي غتخلق الانترنت من 1980 هذا بالعكس ولات القدرة على النساء على التواصل على الحصول على المعلومة بنفس الوتيرة باش كاينة عند الراجل، هي اللي غتخلق لينا واحد المجتمعات من بعد المجتمعات اللي حنا كنعيشوها حاليا عكس الأجيال السابقة. الجينيراسيون زد اللي هي الجينيراسيون ما قبل الأخيرة اللي كانت ما بين 1997 2012 وهادو غير 1997 راه كاين اللي كيقول بادية من 1995، كاين اللي كيقول من 91، كاين اللي كيقول من 2000 إلى حدود 2016، فكل واحد شنو تيقول حسب الدراسات حسب المقالات. هذا أنا حاولت نشوف فين هي الأكثر منطقية اللي تصلاح واللي تجمعوا عليها بزاف ديال الدراسات كتبان بأن 1997 و 2012 الجينيراسيون زد اللي غادي تلقى راسها قدام لا تكنولوجي 100%. يعني اون فوا كان هو طفل لقى التلفازة ولقى الانترنت، فالتأثير ديال التلفازة والانترنت عليه كيكون اكبر من اللي كان على الجينيراسيون اللي قبل منه. هاد الجيل هذا هو اللي كان مثير للانتباه ومثير للفضول، هو اللي دارت عليه اكبر كمية ديال الدراسات، هو اللي علاش؟ لان حتى التكنولوجيا عاونات في الدراسات. قبل كانت الجيل ما تنقدروش نديروا عليه دراسة معينة، الان ممكن بحكم لا تكنولوجي اللي تيستعملها جينيراسيون زد عنده التليفون، فتقدر تعرفوا مع من كيهضر وشنو هما المواقع اللي كيدخل ليها وفين بلاصه كيمشي وفين بلاصه كياكل وشنو اللي عزيز عليه وشنو تيقلب به، لدرجه ممكن تعرفوا حتى باش كيحلم، لان فاش كيحلم غينوض يريشيرشي بار جوجل فتتكون واحد الداتا كبيره عند الشركات الكبرى. هذيك الداتا كيقدروا يشدوها ويحللوها ويشوفوا بالضبط التغيرات اللي كتوقع وشنو هو شنو اللي كيقلب عليه الجينيراسيون، ولا عندهم واحد الداتا اللي كتسمح لهم بالدراسه ديال ديتاي ما كانش قبل في الجينيراسيونات في الاجيال السابقه. هذا الجيل هذا اولا سواء في العالم شمال افريقيا ولا في اسيا امريكا اوروبا تقريبا كيتشابه، هو لاول مره كيولي عندنا جيل واحد في العالم كامل تقريبا عنده نفس. علاش؟ لان الانترنت هي اللي سمحات بالتواصل ما بيناتهم، لدرجه ان الانجليزيه اصبحت الان تقريبا هي اللغه الاولى في العالم، وبداو تيستعملوا كلمات. الا لاحظتوا بالله راه ماشي غير في المغرب، راه في العالم كامل كتستعمل الكلمه ديال برو في العالم كامل، وتيستعملوها الان جينيراسيون زد على اساس انها كلمه عاديه بيناتهم. وكاين بزاف الكلمات لدرجه ان ولات الانجليزيه العربيه والدارجه ولاو تيقدر هاد الجينيراسيون هادو يستعملهم كلهم في جمله واحده وكيتواصلوا بها بشكل عادي وطبيعي. وهذا طبعا تيعود للتأثير ديال الانترنت، ديال القدرة على الوصول لمحتويات غربية، المحتوى ديال أوروبا ديال أمريكا. ولكن في نفس الوقت هنا خصنا نشوفوا شكون هاد الشركات اللي من وراهم، شنو هو التأثير اللي تدير، وهذا هو بيت القصيد. ومثلا شركة بحال يوتيوب اللي هي تابعة لأمريكا، فإذا تيكون عندها محتويات ديالها، طبعا بأن الناس اللي من وراء المحتوى هما أشخاص عاديين، ولكن راه تتكون مثلا غادي نحاول ندير لها فيديو اخر بوحدها. كاينه واحد الشركه ديال لي برجر اللي كتحاول تمرر رساله ديال ان لي برجر يتخادوا بشكل كبير. ومنين كنمشي نشوف هاد لاشين ديال يوتيوب كتلقى بانها عندها بودجي كبير. علاش؟ لانها كدير الترجمه بشكل سريع لجميع اللغات، وباين بان المحتوى ديالها غير مفيد بالمره، لان الهدف منه هو انه من ناكلوش هاد الماكله ناكلو هاد الماكله، وكتحقق مشاهدات كتعدى فهمتي عشرات الملايين. فاذا هنا كيخصنا حنا يكون عندنا واحد الوعي بانه لا، هاد النوع د المحتويات خاصنا حنا كوالدين بحكم التجربه اللي مرينا منها اننا نحميو الوليدات ديالنا من انهم يدوزوا لهم شي رساله او لا يخلقوا منهم مستهلكين لهم من هنا 10-20 سنه في المستقبل. زائد القدره ديال الجينيراسيون زد على اتخاذ القرارات بشكل سريع. هاد القدره هادي ما كانتش عند الجينيراسيون اللي قبل. علاش؟ لان الاجيال السابقه كلها ما كانتش عندها الاختيارات،
كانت اختياراتها محدودة. أما اليوم الاختيارات اللي قدام الجينيراسيون زد هي اختيارات كبيرة. إلا خدينا عام منصات فهو غيبدا يختار واش نختار نتفليكس، برايم فيديو، ولا نختار شاهد. فإذا عنده الاختيارات وخصو ياخد دائما هو تحت واحد الضغط ديال خد قرار واش هنا ولا هنا ولا هنا ولا هنا. فدائما عندهم هاد القدرة هادي كيف ما هي زوينة كيف ما هي خايبة. زعما عندها المميزات ديالها وعندها السلبيات ديالها. وهذا غادي يكون عاوتاني التأثير ديال السوشيال ميديا اللي فيها تمر من حالة إلى حالة أخرى بسرعة بحكم لي ريلز، بحكم الطريقة باش مصوبة الالغوريثم اللي كاينة في فيس لانستا وتيك توك ولا جميع المنصات. هما منين تزادوا لقاو راسهم فيها عكسنا حنا اللي مثلا اللي جينا نشوفوا غير تيك توك. تيك توك في الاول الجينيراسيون اللي كانت فيه هي الجينيراسيون ديال زد، ومن بعد عاد باش لي ميلانيالز غادي يبداو ياخذوا حتى هما البادره انهم يدخلوا. وهذا شيء طبيعي وعادي. هي نفس الطريقه باش كانوا كيقاوموا حتى حنا والدينا تيقول لك لا التليفون ما عندنا ما نديرو به، ما عندي ما ندير بشي كونت. والان ممكن تمشي تشوف القهوه راه غادي يبان لك ناس كبار في السن ديال 60 70 سنه وكيسكرولي عادي. هاد الجيل زاد من بين الدراسات اللي كانت دارت عليهم وانهم ما تيقبلوش العمل الا ما كانتش الفائده عامه، بحكم انه دابا ولا عندهم واحد المينيموم ديال الحاجيات فولاو تيقول لك لا انا ما نقبلش نخدم مثلا اي عمل كيف ما كان، خاص العمل يكون عنده واحد الفائده تعود على المجتمع. زائد بدات عندهم واحد القوانين بداو تيطالبوا بها اللي هي حنا كتجينا غريبه ولكن خاصه بهم. مثلا تيقول لك في فرنسا كانوا كيحاولوا انهم يشوفوا امكانيه ديال انهم يخدموا 3 ايام في السيمانه لمده ديال 12 ساعه و4 ايام يرتاحوا. بطبيعه الحال هذه من بين الظروف حتى هما اللي كتخليهم انهم يديروا كي هكذا، لان عندهم وليدات وتيكون خدام الزوج والزوجه. فاذا تيطالبوا انه واحد يخدم 3 ايام الاخر يخدم 3 ايام ويبقى لهم روبو واحد بيناتهم وكل شيء قابل ولادو في بلاصه ما انهم يجيبوا لي نونو. وهذا هادشي عنده واحد التأثيرات ديال اللي غادي يخلق ستريس وغادي يخلق القلق. لان فهمتي كنت شفت بانه بزاف تيقول لك بانه خاص حل القلق، ولكن راه من بين الحوايج اللي كاينين هو انه الضغط كاين واقع قدامنا. ومادام الواقع اللي قدامنا الا ما حنا ما وقفناش بيدينا غادي يبقى دائما القلق في ارتفاع. وهنا من فيما بين في هذا الجيل هذا الجيل اللي قبل اللي هو الميلينيالز هما اللي بداو كياخذوا القرارات على الجينيراسيون زد باش انهم خاصنا ممنوع يوتيوب على اللي قل من 13 سنه. بدات كتاخذ الاجراءات الا مشيتي دير لا كرياسيون ديال ان كونت فيسبوك ولا انستغرام وكانت عندك قل من 13 سنه ما غاديش يتكريا. الصين انغلقت على راسها ودارت التكنولوجيا ديالها بوحدها. روسيا كذلك دارت التكنولوجيا ديالها بوحدها وبدا شي كيحاول يتجسس على شي. وحنا في شمال افريقيا في العالم العربي ما عندناش حتى اداه من الادوات. والاشاره انا راه كنت شفت واحد الخبر ديال الجامعه العربيه الوقت اللي كانت الحرب على غزه بدات كانوا كيقولوا بانهم ديال المخرجات اللي خرجوا بها هو موقع الكتروني. وشفت بان بزاف الصحافه كيقولوا زعما واش حنا دابا تنقول لكم حرب وانتم تقول لنا موقع الكتروني، ولكن راه بصح كان عندها هدف من هذيك العمليه. لان الصين عندها ادوات ديالها باش كتعرف الداتا ديال المجتمع ديالها. ولا التكنولوجي وعندها تاثير كبير من جميع النواحي. واللي ما بغى يشوف التاثير كيفاش انه كبير من النواحي يمشي يشوف الاناليتيكا كامبريدج اللي وقع لافير ديال ترامب اللي اثرت فيها روسيا. اولا يمشي يشوف الفيلم ديال سنودن وغادي يشوف لامباكت ديال لا تكنولوجي ولامباكت ديال ان الداتا انفورميشن تكون عندك المعلومات اللي هذا يكونوا عند المجتمعات ديالهم. هذا غادي يخلق كيف ما قلنا على الصين غتخلق ادوات ديالها، روسيا ادوات ديالها، والعالم الاوروبي وامريكا غادي يخلقوا ادوات ديالهم. حنا غادي نكونوا باقيين في مرحله ديال لا كونسوماسيون، ولكن في نفس الوقت كاينه مجتمعات اللي كتضغط باش انها تحمي الوليدات من هاد الانواع ديال المخاطر. وعلى ذكر الصين وروسيا ما عندهمش يوتيوب، ما عندهمش جوجل، ما عندهمش بعض الادوات، لان كل واحد عندهم الادوات ديالهم. ما اعتقد بان كان عندهم الويشات ولا شي بحال هكا ولا بايدانس هي اللي كانت تتجري عندهم تقريبا نفس الادوات ولكن باسماء مغايره، والداتا تيحافظوا عليها في ديك الدوله ما تخرجش داتا.
هذاك الشيء علاش تيك توك مثلا تمنعات في امريكا، لان لي زانفورماسيون ديالهم كيتسجلوا في الصين، فاذا كيوليو يتجسسوا عليهم وتيعرفوا شنو اللي تيديروا المجتمع الامريكي. وهذه القضيه هي اللي خلات امريكا انها تاخذ موقف انها ما تمنع تيك توك. وهذه العمليه راه واقعه في العالم كامل، لا تبعتوا الاخبار والاحداث راه غادي تبان لكم. وهاد الظاهره اللي كنقول بان ديال الثقافه الان ولات كتحكم فيها التكنولوجيا غادي تشوفوها في البي تي اس. البي تي اس هذه واحد الثقافه يابانيه على ما اظن، فرقه موسيقيه، ومن بعد عندهم واحد النوع ديال الخصائص ديال المميزات راه انتشرت في العالم كامل بواحد السرعه كبيره. هذا تيدل بان الجينيراسيون هذه في العالم كامل متاثره مع بعضياتها، وكيقدروا يبارطاجيو لي زانفورماسيون مع بعضياتهم بنفس السرعه اللي ما كانتش قبل. الان ولا العالم كله عنده نفس السرعه باش تمشى بها، والتكنولوجيا هي الاداه الاساسيه اللي كاينه اليوم في العالم. طبعا غادي تبان لكم بلي عندهم واحد اللغه مشتركه، بحال اللغه المشتركه بحال الجوت اللي خداوها شي وحدين، وكانت في الصحافه العربيه كتكتب على اساس انها الماعز، ميسي الماعز، مع ان الجينيراسيون زد كانت كتقصد greatest of all time. وبقات الان الماعز بحال الا قلتي الجوت هي نفسها الماعز. وهذا هو اللي غادي يبين لكم بلا، هذا غادي يبين لكم بان هنا كاين اختلاف كبير ما بين لي جينيراسيون، بان الجينيراسيون عندها كلمات ديالها ولا بعيد على الاجيال اللي سابقه انها تفهم حتى الكلمات اللي تيقولوا. وغادي يولي الاسم ديال ميسي الماعز، وما ماشي هو هذا هو القصد. الجينيراسيون زد كانت كتقصد بالانجليزيه جي او اي تي والجوت، وتفهمات عند الصحافه العربيه بانها الماعز وما فهموش علاش، وهما راه ما كانش القصد ديالهم ابدا هذا. غتبان لكم هذه المفارقه العجيبه اللي انا تنشوفها، الماعز اللي هي ما عندها حتى علاقه بميسي، والجريتس اوف اول تايم يعني الافضل على مدى التاريخ. واليوم ولات عاديه، ولات عاديه بالعكس، ولات كلمه معروفه بان ميسي الماعز، مع ان اللي جيتي تشوف الاصل ديالها هي راه تناقض كبير. فهاد الجينيراسيون هادي غادي تلقى بان الميل عند الجينيراسيون هادي بان الذكور ولاو تيحاولوا ما امكن يكونوا محافظين اكثر، وهي راه غيبداو يميلوا لليمين، والنساء كيميلوا لليسار اكثر بحكم التاثير ديال التكنولوجي ولا ديال هاد الوسائل، كيفاش انها خلات النساء انهم يتواصلوا بسرعه، انهم يتعرفوا على العالم، فولا عندهم رغبه في التحرر اكثر. الجينيراسيون زد في الذكور اللي المفاهيم ما واضحاش ليها بشكل كبير، عندها اسئله مؤرقه، عندها الاختيارات كثيره، ومنين تنقول اختيارات كثيره وما عندهاش مده للصمت، فاذا ما كاينش الوقت باش تفكر، فاذا هي غير في الاختيار. فداك الشيء غتلقاو كاين بعض الظواهر، مثلا الريد بيل من بين هاد الظواهر هاد. من بين المعلومات ايضا اللي كاينه هو ان هاد الجيل هذا اكثر روحيه، هو اكثر تعلقا بما هو روحي ولكن الاقل تدينا، بمعنى هو لا ينضبط الدين، ولكنهم في الروحي والاسئله الوجدانيه والاسئله الروحيه تلاحظوا بان راه عندهم بصح اسئله وجدانيه، وهذا في الجيل كامل تقريبا. اللي واقع في هذا الجيل هذا هو ان بهذه الطريقه هذه تيخربوا مؤسسه من اكبر المؤسسات اللي هي مؤسسه الاسره، والتخريب ديال مؤسسه الاسره غادي يعود بكارثه الى بقى الحال على ما هو عليه، بحكم التكنولوجيا اللي كاينه، بحكم كيحطوا المواد ديال الاستهلاك. ومنين تنقول مواد الاستهلاك بمعنى التكنولوجيا كتحط لينا غير الماده الاستهلاك اللي هو الاكل، الجنس. وغتلقى الجينيراسيون زد بدات كدير واحد المحاوله ديال المقاومه ديال كل ما يتعلق بلا كونسوماسيون بور لا كونسوماسيون، بما فيهم البورن. وخصوصا انه في العالم في شمال افريقيا وفي العالم العربي وفي ما كاينش، ما عندنا حتى حاجز من غير الثقافه والوعي والرقابه ديال الوالدين، عكس مثلا لا شفتي الصين راه ممنوع منعا تاما مثل هذه المحتويات، وتتكون فيها عقوبات كبيره. والمانيا كذلك كاينه عقوبات كبيره، بمعنى هذا النوع ديال المحتويات لا اخلاقيه ضابطينها قانونيا. حنا هنا مازال، والتأثير ديالها راه كبير، والضرر ديالها النفسي والجسماني كبير على هاد الجينيراسيون.
الجينيراسيون الأخيرة هي الجينيراسيون ألفا، وهي اللي ما بين 2013 إلى حدود 2024. ولأول مرة في التاريخ كاين انخفاض في الولادات، تقريبا في العالم كامل كاين انخفاض في الولادات في هاد الجينيراسيون، وغادي تبدا تظهر عندنا في العالم الفئة ديال المسنين بشكل كبير في أكثر الدول. بطبيعة الحال كاين دول أخرى اللي ما متأثراش بهذا الشكل اللي واقع دابا، ولكن مستقبلا غادي تأثر. كيف ما تشوفوا في آخر الإحصائيات اللي كانت في المغرب ديال 2024 بأن الأسرة ولات كتكون عندها معدل ديال 2.1، بمعنى الأسرة مبقاتش قادرة أنها تزيد أكثر من طفلين. علاش؟ لأنها ولات كتآمن بما يسمى بجودة الحياة، ماشي فقط تأمن ليه الماكلة والمعيش ديالو. وهادو الجينيراسيون ديال الميلانيالز اللي عندهم هاد التفكير هذا اللي غادي يخلق لينا غيخلق لينا المستوى البعيد مشكل. لان هنا ما غادي في الهرم غادي يولي الهرم نقدروش نقولوا مقلوب، ولكن تقريبا، بمعنى المعدل ديال من هنا واحد 20 سنة 30 سنة 40 سنة غادي يكون النسبة ديال المسنين أكبر، ما غتكونش عندنا النسبة الأكبر هي ديال الشباب وديال العاملين. وهذا مشكل آخر. هذا الجيل هذا كيقولوا بأنه تضرر بشكل كبير. في الحقيقة مازال ما عرفناش شنو هي النتائج اللي غادي يخرجوا بها، بحكم أنه كورونا. الفترة ديال كورونا كانوا كلهم في المنزل، وكانت الانترنت هي الملاذ الوحيد للأطفال، فإذا كلهم تأثروا بالانترنت، كلهم تأثروا بالرسوم المتحركة. كنهضر على شمال إفريقيا والعالم العربي ما كانت أدنى مستوى من مستويات الرقابة، وهذا المشكل ما كانش عندنا، كان في أوروبا وفي جميع الدول ديال العالم. فكانت الانترنت والتلفازة هي اللي عندها التأثير الأكبر. إلا لاحظتوا راه كاين شي وحدين من الجينيراسيون زد تيقول لك من وراء 2019 وأنا شخص آخر. علاش؟ لأن التأثير ديال التكنولوجي وديال الدخول للعالم ديال الانترنت والتأثيرات اللي تيدير علينا تتكون قوية. هنا في هذا الجيل هذا هو أول جيل اللي مستقبلا غادي يقرا في لي زيكول 2.0، بمعنى غادي يقرا في الانترنت. هذا الجيل هذا هو أول جيل اللي الآن بداو الميلانيالز تيقول لك لا حنا مبغيناش نديروا اللقاح لولادنا، ما بغيناش نقراو في مدارس بشكل طبيعي. الآن بدات التغيرات، عنده حتى هو متغيرات ديالو خاصة به اللي هو الجينيراسيون ألفا، وهي الجينيراسيون الأخيرة واللي هي في الغالب عندنا حنا فيها وليداتنا. الجينيراسيون ديال الميلانيال عندهم ولادهم اللي هما جينيراسيون ألفا، فنحاولوا ما أمكن تستافدوا حنا كميلانيال أو كزد ونعتقوا اللي ممكن يدار نديروه أمام هاد التكنولوجيا اللي قدرت تأثر لينا بشكل خيب كيف ما أثرت علينا نوعا ما بشكل سيء. والسلبيات اللي كانوا التأثير ديالهم خايب على الميلانيالز ولا على الجينيراسيون زد، هذا هو الوقت فين يديروا الآن ردة فعل كوالدين أمام الانترنت باش يوقفوا ولا يديروا الحماية اللي خصها دار الجينيراسيون ألفا. وطبعا دائما تنبقى في الكونترول بارونتال، لان انا ما تنقولوش بان هادشي خصو يتحيد مرة، لا، دائما انا مع انه يبقى لانه مفيد، مساهم بشكل كبير في التطور، الا انه يجب الاستعمال ديالو بشكل جيد. وإلا راجعنا السنوات اللي فاتت غنلقاو بلي ما كناش كنستعملوه بشكل جيد. داكشي علاش كانوا عندنا بزاف ديال الناس ديال الظواهر الاجتماعية اللي كانوا كيخرجوا بسبب الانترنت. وبما ان العلماء والناس المثقفين هربوا ورجعوا وخلاو هذا الميدان هذا، ما بغاوش يدخلوا لهاد الادوات التكنولوجيا، فهذا غادي يخلق لنا مشكل ديال التطور الاجتماعي كانوا كياخذوا دائما نقدروا نقولوا لا طوندونس. مؤخرا الى لاحظتوا بان بدات كتنقص، بداو ولا عندنا محتوى جيد، بداو عندنا دي بودكاست مزيانين، ولاو عندنا ناس اللي تيخرجوا يهضروا في فلسفه، في ثقافه، في علوم، وتياخذوا يعني مستوى في لا طوندونس. بداو حتى هما تيترتبوا هما الاولين في الطوندونس. ماشي الهدف ولا طوندونس، ولكن الهدف هو نشوفوا ردة الفعل ديال المجتمع اللي نلاحظوا بالله يلاه بدينا كنقدروا نبداو حنا اللي نوجهوا شنو اللي بغينا اللي غادي يرجع لنا بالفائده، وما نمشيوش للحويجات اللي غادا ما ترجع لنا بتا فائده. بالعكس، كتكتشف بانهم بعد سنتين او 3 سنوات وانت كتشوف محتوى معين ولا كتلعب العاب معينه ولا كدير شي حاجه معينه، غتلقى راسك بلا ضيعتي وقتك وكان عندها تاثير
بشكل سلبي. ما كرهتش ان هادشي ما يكونش طويل زعما، ولكن خاص يتشرح بالتفصيل باش هكا تيبقى فيديو ريفيرونس كنرجع ليه ونرجعوا ليه الوقت اللي نذكر شي انفورماسيون بشكل مصغر. هادو هما اللي كاينين. اذا الجينيراسيون بخلاصه هما الجينيراسيون الفا اللي ما بين 2013 2024، الجينيراسيون زد ما بين 1997 2012، الجينيراسيون 81 1996، والجينيراسيون اكس 1965 حتى 1980، والجينيراسيون اللي قبل منها البيبي بومبرز 1946 1964، سايلنت جينيريشن 1928 حتى 1945، الجريتست جينيريشن اللي هي 1901 حتى 1927، واللوست جينيريشن 1883 حتى 1900. هادو هما التقسيمات ديال الاجيال التقريبيه، لان ميمكنش تضبط السنوات. ما كنتكلموش هنا على الحالات الاستثنائيه. تقدر تلقى واحد زاد في 1990 وكيتعتبر من جينيراسيون زد، وتقدر تلقى واحد زاد في 2014 ومن بعد غادي نلقاوه مع الجينيراسيون زد عنده نفس الكومبورتمون اللي كاين، نفس التصرفات ونفس السلوكيات ديال الجينيراسيون زد. ودائما كاين الاستثناء. هذه فقط رؤية سطحية نقدروا نخليوها كمرجع. شكرا. إلا وصلتي حتى لهنا شكرا ليك، لأن صعيب تبقى متبع ساعة ديال المكانة وخصوصا في 2025 وكاين هاد الأدوات كاملة. فشكرا لكم، ونتلاقاو في موضوع آخر في هذه السلسلة عالم آخر.